شكرا الأخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرئيس حاضر. الأخ الرئيس، أنا أستغرب الصراحة، يعني أنا لو ما أعرف سمو الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مع احترامنا الشديد له ورئيس حكومة قطر ووزير الخارجية لقلت هذا مواطن كويتي الصراحة. هو ما ترك أحد إلا ورفع عليه دعوى قضائية. الأستاذ فؤاد الهاشم كل يوم يذهب إلى النيابة وهو كاتب كبير يعني على مستوى الكويت والعرب. نفس الصورة الأخ الرئيس، هذا رئيس وزراء حكومة يقود حكومة، لكن عنده في الكويت جيش عرمرم من المحامين، ما أن ينطق الإنسان يقول فقط إلا وذهبوا وحركوا عليه الدعاوى القضائية. يعني أنا أستغرب، فيه بيت من الشعر قاله أبو الأسود الدؤلي قبل يمكن 1400 سنة، يقول: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. أنتوا الحين في قطر أقمتوا قناة الجزيرة، اشتمت الكويت، اشتمت أميرها، اشتمت المملكة العربية السعودية، اشتمت دول الخليج، العالم العربي، اردحت على الجميع. يعني في أحد ذهب إلى الدوحة واشتكى هناك؟ هذه قناة الجزيرة. أنت الآن ضقت ذرعا بكاتب قال كلام ينتقد سياستك، مو شخصك، ينتقد سياستك، ورحت رفعت عليه دعوى قضائية، والكاتب الفلاني والكاتب. الكويت الآن في رعب من الفريق القطري الذي يصول ويجول في الساحة الكويتية. طيب ما أنت عندك قناة الجزيرة ما تركت أحد إلا وشتمته، قاعدة تهاجم، بل يجيبون مشايخ، شيخ يطلع ليليا ويوميا مثل ما قال ضاحي خلفان، الفريق ضاحي خلفان الذي قال ما يريد الكويتيون أن يقولونه، ونبيل الفضل هنا قال ما يريد الكويتيون أن يقولونه. أنا أحيي الصراحة شجاعة اللجنة التشريعية. نعم لازم ما نكيل بمكيالين الصراحة، وأن ننظر إلى الموضوع وإلى أبعاده. هناك دور، مع احترامنا الشديد أنا أتحفظ في كثير من الكلام. ليش؟ لأن الدولة خليجية ولأنهم إخواننا وابناء عمومتنا، لكن ما تركونا في حالنا، لم يتركونا في حالنا. ليش هالجيش من المحامين؟ ليش هالدعاوى القضائية ليل نهار؟ لإسكات من يريد انتقاد الدور القطري في تحريك الأمور في الساحة الكويتية. هذا هو الهدف. ولا ماذا يظهره محمد بن جاسم وهو يجوب العالم مشرقا ومغربا، يضرب إلى الأمم المتحدة، إلى تركيا، إلى أوروبا، إلى العالم؟ في الكويت واحد منتقده يروح يحرك عليه قضايا لأنه يريد إخفاء ما يريد إخفاءه، يريد أن يخفي ما وراء الأكمة، يريد أن يخفي التدخل السافر، يريد أن يخفي الحسابات في التويتر التي تحرك بعض المجاميع وهي موجودة في قلب الدوحة. اذهبوا هنا واذهبوا هناك. هذه هي القمندة مثل ما يقولون باللهجة الكويتية. هذا هو السر وراء هذا الأمر. احنا صح مع التقاضي وأن لا يتخندق الإنسان وراء الحصانة، لكن طفح الكيل الأخ الرئيس. يشتموننا ليل نهار في قناة الجزيرة، يسمون الحراك في الكويت كالذي يحصل في دمشق. يقول زي اللي بيحصل في دمشق. وبقيت نقطة أقول لك، شفت هذا أشكر أخونا اللي نبوه، يعني الشاعر محمد بن الذيب العجمي شاعر نمطي مبدع جدا. ايش سوى فيه الأخ الرئيس؟ ايش سوى فيه اللي هم أصبحوا اليوم بقدرة قادة قطر نامت واستيقظت وإذا هي منارة للديمقراطية؟ حكموا عليه بالمؤبد بسبب قصيدة من الشعر، بالمؤبد. اللي ينادون لازم الربيع العربي، يبشر حمد بن جاسم بالربيع العربي المسموم، الرياح السامة الصفراء التي دمرت العالم العربي، لينام سيد تل أبيب 100 سنة إلى الأمام وهو قرير العين. خلاص تدمر العالم العربي، انتهت القضية. ما الذي يخشونه إذن؟ حطوا حيلهم بينهم. هو لم يتحمل الشاعر ابن الذيب في قصيدة نقدية لهذا، يعني طرفة بن شكرا لك خالد.